سلام البنات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مطبخ وتدابير أم سجاء. أهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد والقدام حبيباتي، وصلوا كامل على الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي فيديو اليوم فيديو جديد راح نعمل مع بعض فطيرة أو حرشة، كل واحد كيفاش يسميها، كل منطقة كيفاش تسميها. فطيرة محشية بالمربى أو الكوفيتير. نشكركم البنات على تعليقاتكم وعلى لايكاتكم على جاماتكم حبيباتي، ولكم جزير ولكم جزير الشكر. وان شاء الله كامل حبيباتي تكونوا لاباس في صحة جيدة. ويلا نبدأ الفيديو مع بعض ونبدأ الوصفة حبيباتي، وتشوفوا معي المقادير خطوة بخطوة البنات. عندي هنا في السبيوت تاعي او بسين او ليان او في شوزة راح تعملي البنات، جيبي اي حاجة تخلطي فيها. عندي هنا كأس تاع فرينة، عندي الكأس الزاوج تاع الفرينة، عندي الكأس الثاني. هنا البنات استعملت 2 كيسان فرينة بهذا الكأس المعروف البنات تاع ام وليد، ونضيف عليهم تقريبا نصف او اكثر من نصف كأس سميد رطب البنات كما راكم تشوفوا. نضيف عليهم مغرفة تاع لافاني صغيرة، مغرفة تاع او اقل من مغرف شوي تاع لافاني، مغرفة صغيرة تاع لافاني باش نسمو الحرشة تاعنا. وعندي هنا هذه البنات الحرشة تجي حلوة شوي، واذا ما تحبش الحلاوة تنقص. عندي هنا مغرفة 2 3 4، عندي 4 مغارف سكر بهذه المغرفة البنات، مغرفة تاع القهوة. عندي 4 مغرفة ملح، 4 مغرف خميرة الخبز، 4 مغرف خميرة الخبز، 4 مغرف البنات. وعندي 3 مغارف إلى 4 ماء الزهر، يعطيها البنات نكهة غير طبيعية. ماء الزهر ديما القياس بمغرف القهوة، وإذا تحبوا بالمغرف تاع الماكلة الكبيرة ديروا 2 مغارف سكر، 2 مغارف ماء الزهر، والاخرى ربع المكونات الاخرى ربع ملعقة. هنا عندي كيس خميرة الحلويات، ونزيد نسمها بالجلجلان، نحطو كمشة جلجلان محمص او ابيض عادي ماشي مشكل البنات. هنا كان يسألوني يقولوا لي نديرها بسميد. البنات ما ننصحكمش ديروها بسميد، خلطوا ما بين السميد والفرينة، ما تجيكمش ناجحة بالسميد فقط البنات. وعندي هنا نصف كأس تاع الدهان او الزبدة، اذا ما عندكش الزبدة ديري الزيت. نحط نصف كأس تاع زبدة ونبسس البنات، ندخل ذيك الزبدة في المكونات الباقية. نبسس البنات عادي كلي بسسوا في المقرون، نبسس البنات ونحك كما راكم تشوفوا البنات. هذه الحرشة هايلة البنات، او الفطيرة روعة البنات، اكثر من رائعة. جربوها البنات ما راحش تندموا لاولادكم. قهوة العصر راكم تشوفوا حبيباتي، جاية الويكاند، حاجة نقية نظيفة في بيتك
وانتي عملتي تحلية لأولادك، مش ديما كيك ديما قاطو، ديما نبدلو شوي البنات. كما راكم تشوفوا حبيباتي نبسسها كامل هنا بالزبدة. وهنا البنات نديرو الحليب، كأس تاع الحليب نديرو ونشوفو كأس تاع الحليب. واللي ما عندهاش الحليب تدير في المرحلة هذه قبل ما تبسس، قبل ما تحط الزبدة، تدير 2 مغارف حليب بودرة بمغرف تاع العشاء، دير 2 مغارف، وبدل من الحليب دير الماء. واذا عندها الحليب تتبعني خطوة بخطوة. نلم هذيك الفرينة، الخليط تاع الفرينة والسميد والمكونات الاخرى نلمها بالحليب بنات. معجن عادي كلي تعجني فيه مطلوع او كسرة، معجنها عادي. كما راكم تشوفوا حبيباتي نضيفوا الحليب غير بشوي ونشوفوا، نضيفوا ونشوفوا. شوفوا يدي كأس او اقل من كأس، وكل واحدة على حسب الدقيق تاعها والفرينة تاعها البنات. ان شاء الله تجربوها حبيباتي وتعجبكم. نحن امهاتنا قديما كانوا يديرولنا فيها بكر كي كنا صغار، امهات تاعنا يديرولنا فيها. هي وصفة قديمة شوي، علاش لا نحيو وصفات جدودنا وامهاتنا. كيما راكم تشوفوا حبيباتي نحطها هنا في طاولة العمل ونعجنها عادي البنات كلي تعجنوا فيه مطلوع او كسرة. عجنوها لمدة 5 دقائق او حتى ترطب معنا، لمدة 5 دقائق او 10 دقائق حتى ترطب معنا العجينة. هاي الحليب اللي بقات نزيدو نكملوها تدريجيا. نحطوا الحليب ونعجنوا، نحطوا الحليب ونعجنوا البنات. نكمل نحط الحليب كامل. نفس الخطوات بالماء، نديروا حليب غبرة في الخليط ونديروا الماء. نكمل البنات نعجن العجينة كامل، من بعد نرجع معكم حبيباتي. شوفوا البنات كملت كمية الحليب كامل كما راكم تشوفوا حبيباتي، كملتها كامل. وشوفوا قوام العجين. هنا البنات ديروا بالقطرة، ديروا بالقطرة وعجنوا، ديروا بالقطرة وعجنوا. وننصحكم البنات تديروا الزبدة، الزبدة احسن من الزيت. شوفوا قوام العجين كيفاه مجارية، ما ممسوكة بزايد يعني
يابسة بزايد. كما راكم تشوفوا البنات قوام العجينة. هنا البنات نخليها ترتاح لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة حتى ترتاح قليلا. البنات ما يضاعفش الحجم تاعها، حاجة قليلة لأنه ما فيهاش الخميرة، فيها غير خميرة الحلوى، فيها ربع فقط، ربع فقط بالمغرف. هذه صغيرة مش راح تتخمر أو راح تعطينا طراوة فقط. إذا مش حابين تستعملوها ما تستعملوهاش، ديروا غير خميرة الحلوى. أما أنا ننصحكم ديروا خميرة الخبز تعطينا، عفوا الخبز تعطينا طراوة. شوفوا البنات، شوفوا، وهذيك النكهة تاع الماء زهر عطتها واحد الرائحة هايلة. ما راكم تشوفوا حبيباتي قوام العجين. شوفوا لازم توصل القوام هذا. كما قلت لكم البنات، اذا ما عندكمش الحليب ديروا كأس تاع ماء وديروا حليب غبرة فيها، واذا ما عندكمش تستغنوا عليه، تجيكم ناجحة حتى بلا حليب غبرة. تبعوا نفس المراحل فقط. خليها ترتاح لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة على حسب الوقت اللي عندك البنات، ومن بعد نرجع معاكم تشوفوا الخطوات الموالية البنات. شوفوا البنات هنا بعد نصف ساعة، مرور نصف ساعة عن العجينة تاعي. شوفوا البنات كيفاش ولات. كما قلت لكم البنات ما تضاعفش الحجم تاعها، ترتاح فقط قليلا. هنا البنات العجينة تاعي دير لكم زوز طرق خبزة واحدة يعني. شوفوا البنات نقسم العجينة إلى 2 متساويين. نعاود نرطب العجينة، نقسمها إلى قسمين متساويين، وإذا حابين ديروها صغيرة اقسموها على 4. أنا باش نحلها على كبر تاع الطاجين. لوزوها كما راكم تشوفوا البنات. شوفوا قوام العجين هايل. وهنا دهنت الطاجين تاعي بالزبدة، ادهنوه بالزبدة. الزبدة لازم ما تكونش ذايبة. نحط ورق الطبق ونحلو العجينة تاعنا. كما راكم تشوفوا البنات جاتني ياسر فرينة. نحلو عادي البنات، كل اللي تحلو فيه الكسرة عادي. كما راكم تشوفوا البنات. شوفوا البنات حليت الطبقتين تاع العجين تاعي. شوفوا السمك تاعه 1 مليمتر. كما راكم تشوفوا هذه الطبقة الفوقانية تكون أقل من الطبقة التحتانية البنات، وهذه الطبقة التحت. كما راكم تشوفوا البنات هذه الطبقة التحتانية تكون أكبر شوي. راح تفهموا علاش أكبر شوي البنات. هذه الطبقة التحتانية كما قلت لكم نثقبها بفرشيطة. راكم تشوفوا حبيباتي نثقبها كامل بالفرشيطة. نثقبها من الجوانب الكل. عندي هنا المربى، انا استعملت المربى هذا تاع المشماش العادي. وانتم استعملوا اي مربى يكون عندكم، او اذا حابين تحشوها بالشوكولا عادي احشوا البنات، لكم الاختيار.
نوزع كامل كمية المربى او الكوفيتير، نوزعها كامل على الوجه. شوفوا البنات هنا وزعت كامل كمية المربى على حسب ذوقكم البنات وعلى حسب اختياركم. نجيبوا الطبقة الفوقانية، راكم تشوفوا حباتي، نحطها على طبقة تحتها، نعدلوا لها الوجه كامل، نغطوا هذيك الطبقة تاع المربى. ونفس العملية تاع طبقة تحتها، نثقبوها بالشوكة. كما راكم تشوفوا البنات. وهنا عندي شوية ماء، ندير هيك بصبعي، ندير على حواف الطبقة الفوقها باش تلصق معايا الطبقة التحتانية. هيا من الطبقة ما خرجت، الطبقة الفوقانية، الطبقة التحتانية. تحملوني البنات لانه لازمها شوي شرح المراحل. ان شاء الله البنات تجربوها وتعجبكم الوصفة. نشكركم حبيباتي على لايكاتكم وعلى تشجيعاتكم وعلى اشتراكاتكم. اشتركوا البنات وفعلوا الجرس حتى يصلكم جديد أم سجا، وإن شاء الله نكون نفيدكم في وصفاتي. شوفوا البنات ونعملوا هذه الحركة هيك. شوفوا البنات، شوفوا حبيباتي، إن شاء الله تكون الصورة واضحة. شفتوا البنات؟ شوفوا البنات كيفاش كملت حوشيتها كامل. ضغطوا شوية بفرشيطة كما راكم تشوفوا البنات. الصورة راهي واضحة أوضح من كلامي. راكم تشوفوا حبيباتي. جيبوا هنا الطاجين تاعي كما قلت لكم، ندهنته بالزبدة. نجيب العجينة أو الفطيرة تاعي ونحطها ديريكت فوق الطاجين كما راكم تشوفوا البنات. سعفوها غير بشوي، نسوي لها السطح تاعها كما راكم تشوفوا حباتي، ونحطها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة أو 10 دقائق على حسب النار تاعك من تحت. من بعد نقلبها نحمرها من الفوق وتكون الفطيرة تاعي واجدة. شوفوا البنات، قلبتها من الجهة الأخرى، نحمرها من جهتين جيدا. البنات ما نحكي لكمش هالريحة، تعبق البنات. جربوها البنات، ما حشتنكم هايلة البنات، روعة. نحمرها من جهتين تاخذ تحميرة ذهبية كما راكم تشوفوا البنات. من بعد نرجع معكم في صحن التقديم ان شاء الله. شوفوا البنات، طابت فطيرتي هايلة البنات، هايلة روعة جد. ريحتها ما نحكي لكمش، تعبق حبيباتي. تشوفوا معايا قطعة
شوفوا البنات، والريحة ما نحكي لكمش علامة. شوفوا البنات، شوفوا، هايلة البنات، هايلة، جت روعة، جت روعة البنات، روعة. شوفوا البنات، هايلة هايلة، والريحة تعبق. شوفوا حبيباتي من الداخل كيف جات. شوفوا البنات، اذا حابين تزيدوها شوية مربى زيدوا، او تكتفوا بكمية كل واحدة على حسب الذوق تاعها. ما نحكي لكمش البنات على الريحة، الريحة البنات الدار كاملة راهي تفحفح البنات، هايلة هايلة البنات، روعة البنات، جربوها جربوها ما راحش تندموا حبيباتي. والريحة ما نحكي لكمش. شوفوا البنات، شوفوا حبيباتي، اذا حابين تزيدوها من الفوق عادي، مسحوا عليها هكا من الفوق شوية مربى عادي. واذا حابين تديروا لها شوية جلجلان او نوت كوكو او لا تحبوا البنات، راح نجيب شوية جلجلان انا نحطها فوق. شوفوا الزينات، نديرلها شوية جلجلان كما قلت لكم. تجيكم هايلة حبيباتي، هايلة، جربوها البنات ما راحش تندموا. شوفوا حبيباتي، شوفي، هايلة هايلة. ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم حبيباتي وتنال رضاكم، تجربوها لوليداتكم. شوفوا، هايلة البنات، هايلة، روعة 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 البنات، لازم تجربوها حبيباتي. والى هنا زينات نكون وصلت معكم الى نهاية الفيديو، الى نهاية وصفتنا. ان شاء الله تعجبكم حبيباتي وتنال رضاكم، وتطبقوا الوصفة وتابعوني خطوة بخطوة. حطوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد سجاة. وسلام البنات، الى فيديو لاحق ان شاء الله. ولا تنسوا الدعاء الى اهلنا في غزة، وتدعوا لهم في كل صلاتكم، في كل سجدة تسجدوها تدعوا لأهلنا في غزة. ربي يصبرهم البنات، وربي ينصرهم، وربي يرحم شهداهم، وإن شاء الله نكونوا معهم في جنان الخلد إن شاء الله. يلا هنا البنات نكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو، وسلام.